بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خواطر 9، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم أجمعين. فقرة رقم 646. أنا حاليا شوية متوتر. طيب تعالوا نشوف إيش الموضوع. أنا غير مرتاح للي حيحصل دحين. واو! هذا الموسم نعود مرة أخرى إلى الفكر والتفكر، التغيير والتحسين. أول خطوة فيه هو حدوث تغيير هنا. يا أهلا وسهلا. أين نحن؟ متحف، قصر، معبد أثري، وما علاقة هذا المكان الضخم بالأمطار؟ فلنتفكر. قبل ما نلاقي التغيير في الواقع حولنا يجب أن يحصل هنا تصورات، التخيلات، طريقة تفكيرنا حول كل شيء يحصل حولنا. هذا أول شيء لازم يتحسن. بسم الله. أوروبا القرون الوسطى، أول شيء لازم ظلمة طبعا. مدن أوروبا القديمة كانت ظلام، فكان ظلام بيئي وظلام عقلي. ومن ضمن الظلام العقلي الأساسي في القرون الوسطى كان عدم التعايش. ما كانوا يعرفوا يتعايشوا مع بعض إذا اختلفوا. إنه انكتم، أسكت. في هذا الموسم سنجيب على بعض الأسئلة اللي قد تبدو غريبة. مثلا، ليه بيسوي كده؟ بروفا دي كافيه ان سانتوس، إحسان. ليه بيقفلوا المطار في بعض المدن في الليل؟ آخر طيارة ستهبط مطار جنيف الساعة 11:15 ليلا، وحيقفل المطار إلى بكرة الساعة 6 الصباح، وده كل يوم. ليه؟ لماذا؟ واي؟ بوركوا؟ رومان كاتشا، سيارة قابضة سطح الأرض. هي سيارة تسير في الليل فقط، عندها ليزر وبتدور على شيء في الأرض. ما هو ولماذا؟ مدينة ما بيلعبوا كورة طبعا، زي ما كل العالم بيلعبوا كورة، عندهم مباريات. فالمشجعين تفكروا وأعملوا عقولهم في مكان علشان تحجز مكانك في الطابور لتاني يوم. كل اللي عليك تسويه أنه تكتب اسمك، تحط قارورة موية وتمشي. فين ولماذا؟ ما هو الذهب الأخضر؟ طبعا شوفوا حجم الغابة، يعني نتكلم على غابة بمعنى غابة. يعني فين العالم؟ لا أحس نفسي لوحدي فجأة صرت. المساحة 30 مليون متر مربع، وفيها تقريبا 11 مليون و500 ألف شجرة واحد. وهذه مزرعة من 300 ألف مزرعة. دي هي مصدر رزق ل5 مليون إنسان. هل ممكن أنك تسوي رياضة وتنمي جسمك وتحسن من صحتك دون الذهاب إلى الجيم؟ Nice. That's great. Yeah, you're strong. اثنين كويس. ما هي الأسرار اللي تخلي الواحد يعمر ويعمر بصحة جيدة؟ وفين هي المناطق اللي في العالم التي تشتهر بالمعمرين؟ وما هي أسرارهم؟ هنعرف ليه، وحنتعرف على واحد من هؤلاء المئويين، مستر هيرب، 102 سنة. طيب، فشفتوا كيف معروف؟ كل الناس تعرف، ودخل بدون، حتى نسي الاي دي، دخل بدون الاي دي. ملف المخيمات ملف مهم جدا. مئات الآلاف من السوريين عايشين في المخيمات. هذا المخيم من ضمن 18 مخيم في 8 مدن في تركيا. فهذا مخيم واحد. هذا الآن مخيم واحد، وهو يتكون من قسمين. على أحد أبواب الخيام الموجودة في المخيم نزل رقم 1 A73 أو A73. هذه العناوين اللي بقول عليها. العنوان ما شاء الله، زارعة بصل، بلدورة كمان، ما في أحلى من الزراعة. اسمحوا لنا ندخل. قبل الدخول هنالك
عازل معدني كامل من أجل الحشرات، من أجل الرطوبة، من أجل بالإضافة إلى عازل خشبي، ثم إلى السجاد، ثم إلى السجاد الآخر. عبيوتنا بدنا نرجع، ما بدنا بحارتنا ندفع، نحن خلقنا حتى نعيش، مو لنموت أو نتوجع. رمضان كريم. الله أكرم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. إن شاء الله نرجع برمضان ونرمضان بسوريا. إن شاء الله كلنا بنعمر سوريا المستقبل. إنه يدعوا لسوريا، إنه إخواننا بسوريا كثير بحاجة للدعاء. واحدة من المشاكل احنا لما نشوف سنغافورة اليوم عام 2013 وهي في قمة الازدهار وفي قمة التطور، شوفوا على يسارنا الحدائق العامة والنظافة حقت الشوارع والتطور. يعني الجيل الجديد احنا ما شفنا غير كده، نتوقع طول عمرهم كده، مولودين كده، في جيناتهم الموضوع. لكن لا، احنا في منطقة الآن شوفوها عام 1960، عام 1960 شوفوا شوارعها كيف كانت، قمة القذارة، الأوساخ في الشوارع، الأطفال لدرجة أنه الأطفال بيستحموا في الشوارع، قمة الفقر وقمة التخلف الحضاري والأخلاقي والإحباط اللي موجود عند بعض الناس في المدن العربية أنه لا يمكن أن ننصلح. رؤية قصة سنغافورة تعطي أمل أنه مهما كانت الأمور صعبة ومهما كان هناك تخلف نراه في الشوارع، في أمل للإصلاح وأن نصبح كهذا وأحسن. واو، هذا اسمه كوبري. سبحان الله، أحيانا الإمكانيات الزايدة والحوافز الزايدة عن اللزوم تخلي اللاعب يسترخي وتقلل من عنده الطاقة اللي قلناها، هذه الطاقة اللي موجودة عند الأولاد دول، إنه أبغى في يوم من الأيام. طيب انقطعت الكهرباء، دوبنا بنقول إمكانياتهم محدودة والملعب تعبان والأرض تعبانة، ففي نص الموضوع فصلت الكهرباء. أهلا، أنا هنا. فهذا يدينا أمل. إذا ملاعب الفوتسال في البرازيل بتنقطع فيها الكهرباء وخرجوا بيليه وأدريانو وروماريو ورونالدو وكل اللعيبة دول من ملاعب بتنقطع فيها الكهرباء. حلقات الموسم كلها في خواطر 9 هي تجسيد وتدريب وتحريك للفص الأمامي في المخ. كل شيء نفعله، كل شيء حنغطيه لم يأتي إلا بتحريك هذا الجزء. كل الأخطاء اللي يرتكبها الناس هي اللي بسبب تعطيل هذا الجزء. لذلك القرآن لما وصف أبو جهل وصفه بإيش؟ ناصية كاذبة خاطئة. أبو جهل مشكلته هنا، شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وعارف أنه رسول وعارف أنه نبي وشاف المعجزات وشاف كل شيء، ولكن ده خلاه يكذب، خلاه يخطئ. وبالتالي كل بلاوي البشر اليوم هي بسبب تعطيل المخ الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. مدينة نوغالس مدينة واحدة يفصلها جدار، جنوبها فقير وشمالها غني، جنوبها متكدس وزحمة وشمالها مريح ومنظم. لماذا؟ وهذا التفكر هذا الذي ندعو إليه. والتفكر في القرآن الكريم كله دائما يقول لك لا تتفكر في الله، لأنه ما تستطيع أن تتفكر في الله. الله سبحانه وتعالى أكبر وأعلى، والعقل البشري غير قادر على التفكر في ذات الله. لذلك يقول لك دائما التفكر في آلاء الله وفي آيات الله وفي نعم الله وفي مخلوقات الله هو الذي يؤدي إلى الهداية، وهو الذي يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموسم. احنا الآن في مطعم أنا لكشمي، وهذا المنيو ما في أسعار. السؤال ليه؟ لماذا؟ للتفكر. تشرفنا جدا في حلقة من حلقات خواطر هذا الموسم أن نصور مع المبدع الأخ العزيز محمد سعد، فترقبوا الحلقة. إيش ده؟ وأين نحن؟ هذا هو السؤال.
أدعوك وأدعوك كمشاهد ومشاهدة أن تشاهد خواطر بلا عنصرية، بلا عصبية، شاهد خواطر كإنسان. وهذا هو الهدف من الحلقات. ما عندنا أي هدف أنه نطبل لبلد، ولا أنه نروج لبلد، ولا أنه نهاجم بلد على حساب بلد. الهدف النهائي أنه نشوف شيء فيه إحسان فنعرضه للناس على أساس أنهم يتفكروا ويأخذوا هذا الإحسان ويطبقوه في بلادهم، كل على حسب قدرته. فالثناء على جزئية في بلد معينة ليس معناه ثناء على كل هذه البلد وعلى شعبها وكل شيء فيها. عجبتك السباكة؟ حسيت كده أنك مكسوف ولا عادي؟ الشغل معب. ليس الهدف من الكلام الفكري أن يبقى فكري، الهدف من الكلام الفكري أن يتحول إلى واقع عملي يحسن من حياتنا جميعا بإذنه تعالى، لإحقاق مفهوم الخلافة في الأرض ولنحصل على خير الدنيا والآخرة. وهذا هو سر الدعاء. الله سبحانه وتعالى في القرآن دعاء المسلمين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وبالتالي نحصل على الخيرين، وهذا الهدف. متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا من جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر. فلنتفكر.